بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده معانا ديكور جديد اللي هو ازاي تعمل ديكور استوكو ترخيم على عمود بطريقة جميلة زي اللي انتوا شفتوها بالظبط في الفيديو دي. هنا اول مرحلة معانا احنا بنبقى حاطين البطانة بنفس لون المعجون اللي احنا هنشتغل بيه. يعني انا هنا هشتغل بالمعجونة سودة، حطيت لها بطانة مط اسود، وببتدي دلوقتي اسحب اول سكينة عندي بتبقى عشوائي. ما تسحبش السكينة طول وعرض عشان ما تعملش معاك تعمل معاك خطوط وتعمل معاك شكل ما يبقاش حلو. انت بتشتغل السكينة عندك عشوائي وبتبتدي تسحب الجنب كله اللي انت هتشتغل عليه سكينة اولى. انا زي ما انت شايف كده بعملها ايه زي تقطيع، لان دي بعد كده بتعمل معايا شكل حلو في الترخيم وبتخلي الشكل احسن بكتير مما انت تاخدها طول وعرض. دي بتبقى اول مرحلة معانا. ديكور الاستوكو ديكور جميل جدا وراقي واحنا بنعمله دلوقتي على شكل بديل للرخام. طبعا هو كان موجود من زمان بس احنا ابتدينا نطور فيه شوية. هنا المرحلة التانية معانا بنبتدي نصنفر كل حاجة بارزة في الحيطة. يعني انت مطرح ما بتعمل السكينة عشوائية بتبتدي يبقى معاك زي حاجات كده السكينة بتسيبها، بتبتدي تصنفرها وتبتدي تسحب السكينة التانية عادي بنفس طريقة التقطيع ديت. بتسحب سكينة أولى وسكينة تانية الجنب كله وبتشتغل على الجنب زي ما انت شايف بالطريقة ديت. هنا احنا كان عندنا 3 عمدان بس انا عامل العينة بس على عمود واحد وكنا عاملين كمان جنب كده صغير، فهنوريكم العمود وبعد كده هنوريكم ال3 اشكال للعمدان باذن الله واحنا معانا مع في الفيديو. هنا المرحله اللي بعد كده بعد السكينه التانية ببتدي بقى ان انا اصنفر. الصنفره معانا هنا بتبقى 220، بتبقى صنفره يعني ناعمه، وببتدي اموتها في الصنفره معايا عشان انا بعد كده هبتدي اكوي الجنب. دي اهم مرحله في الاستوكو اللي هي مرحله الكوي. مرحلة الكوي دي هي اكتر حاجة متعبة في الاستوكو، لكن هي اكتر حاجة بتبين لك جودة الشغل. هنا انا هوت بستعدلها زي ما انتوا شايفين لان هي مرحلة بتبقى مرهقة شوية بس الحمد لله يعني ربنا كريم. هنا احنا بنبتدي بالنسبة للكوي بالسكينة بيبقى ببطن السكينة مش بوشها ولا بجنبها، بيبقى ببطن السكينة. انت بتحط السكينة على الحيطة وتبتدي ان انت تقعد تطلع بيها لفوق وتحت وشمال ويمين. هي يعني انت ما تستخدمش القوة فيها، انت كل ما هنالك بتحرك ايدك، وكل ما تكوي اكتر كل ما الجنب لمعته معاك بتبقى اعلى واعلى. هنا انا بكوي، طبعا انا بكوي الجنب كله ببتدي اظبطه كله بيبقى مية واحدة، يعني بيبقى على لمعة. حتى انتوا ابتديتوا تشوفوا ان انا ابتدى رجلي تبان في الجنب وابتدى معايا. هنا ده صاروخ تلميع هو معايا، انا ببتدي اكوي بيه، بكمل بيه الكوية، بعمل بيه وش سريع كده اهوت، وبعد كده هبتدي ان انا انفذ الديكور بتاعي. هنا دوت السر اللي احنا بنشتغل بيه. هنا انا جبت خامة الاستوكو ومعايا الكوباية دي فيها مية. انا ببل الفرشة بتاعتي بالمية وبعد كده ابتدي اخد من خامة الاستوكو. هنا انا طبعا خدت هنا الاستوكو ده ابيض، ولو انتوا بحته من الاستوكو الاسود جاب معايا درجه رمادي فاتح، وببتدي اشتغل بيها العروق. بالنسبه للعروق طبعا ده تخيلك انت، وكل فنان فيكو هيبقى له رسمته الاحسن مننا، او احنا بنعطيكم فكره عامه لطريقه الشغل وانت بقى ابتكر وابدع. كل اللي احب افهمه لك واعرفه لك ان انت لما تيجي تعمل الخطوط بتاعه الاستوكو او الترخيم تخلي الفرشه ماسكها بصباعك يعني خفيفة خالص، وخلي الفرشة هي اللي تتحرك. دايما الاستوكو عمره ما بيبقى خطوطه مطاولة او بالعرض، هي بتبقى خطوط عشوائية بتيجي معاك اشكال عشوائية. فدي مش هتيجي معاك غير وانت مسيب ايدك خالص ومريح ايدك خالص في الجنب، وتقدر تبتكر بالشكل اللي انت عايزه. بامكانك ان انت تقلد الشكل، انت تبقى معاك الصورة بتاعته تقلده، او بامكانك تبتكر من خيالك زي ما انت عايز تشتغل اشتغل. احنا هنا كنا شغالين بفكر خاص بينا لان احنا عملنا ال3 عمدان كل واحد فيهم شكل، لان عمرك ما بتشوف الرخام بيبقى كله اسطمبة واحدة.
هنا انا شغال اهوت، ادي الفرشة باخد اهو من الاستوكو وببل الفرشة بالمية، بتبتدي تسحب معايا وبتبتدي تمشي العروق زي ما انا محتاجها، واقدر اعيد عليها مرة واتنين وتلاتة، ما بتبقاش فيها مشاكل، بس بتحتاج منك ان انت ايدك تبقى مظبوطة بس في مسكة الفرشة لو هتعيد عليها. هنا انا بشتغل العروق بكل سهولة، ودي الطريقة اللي انا كنت حابب ان انا اعلمها لكم على اساس ان انتوا تستفادوا بيها. وانا اشتغلت والله حاجات كتيرة شبيهة للجنب دوت، انا قلت افيدكم بيه لعل وعسى حد ينتفع بيه او ربنا يكرمه، اللي ممكن يطلب منك في شغل، او ممكن انت كصاحب بيت محتاج عندك عمود ومحتاج فكرة جديدة تقدر تعمل بيها الجنب بتاعك، فاحنا بنوريك الطريقة اللي انت ممكن تشتغل بيها. بس هو الافضل ان انت تستعين بفني، لان دوت هيطلع لك جودة شغل احسن وهتبقى جودتها اعلى يعني. وبرضو عشان الجنب بيبقى مرهق، ما هواش بيبقى سهل زي ما انت متخيل، الكاوية بتاعته يعني بتبقى فيها مجهود عالي. هنا انا بشتغل العروق كلها بالفرشة زي ما انتوا شايفين، لان هو هنا العميل كان طالب مني ان الشكل يبقى سيمبل كده، يبقى هادي خالص، فانا بعمل له على قد ما نقدر الشكل بالعروق. انت بامكانك تعمل عروق اضخم من كده واعرض، او بامكانك تعمل عروق كمان ارفع من كده، كل دي حاجة انت بتتحكم فيها براحتك. انا هنا اشتغلت وهو الحمد لله الجنب عجبه جدا، والحمد لله يعني سلمنا الشقة بخير بالخير. وقلت برضو ان انا اخليكم تنتفعوا معانا بالفكرة الديكورية. والله ربنا هو اللي اعلم احنا بنتعب قد ايه عشان نعمل لكم الفيديوهات ديت، ونقدر نصورها لكم ونقدر نطلع لكم الجودة بتاعتها. فبنتمنى منكم بس ان انتم ما تبخلوش علينا، لو بمشاركة بمتابعة باشتراك بلايك، كل حاجة حلوة. هنا بعد ما رسمت العروق كلها ببتدي اعمل كاوية تانية بقى العروق اللي انا عملتها، وبالمرة برضو باكل الجنب معايا كامل كله. دي المفروض ان هي المراحل الاخيرة بقى للجنب الاستوكو. هنا انا هاخد الجنب كله هعمله اهوت بالصاروخ، وبعد كده هكويه بالسكينة اللي هي اخر مرحلة. هنا بقى انت هتشوف جودة الشغل وهتبتدي تظهر لك جودة الشغل زي ما انت شايف، ولله الحمد. انا ذات نفسي ظاهر، والراجل اللي بيصورني ورايا كان ظاهر معايا في الفيديو، ودوت انت شايف عكسة الوجه بتاعي في الاستوكو عاملة ازاي، ولله الحمد. وكده مش راكب اضاءة لسه، يعني احنا لما ركبت عندنا الاضاءة بقى الجنب بيشوف اللي قدامه كأنه مراية. فاللهم بارك يا رب، وربنا يكرم بالخير. ودي كانت اخر مرحلة في الجنب الاستوكو، ان احنا بنقعد نكوي بالسكينة كوية جنب كوية يعني قوية كده، وبنكويه كله بحيث ان هو يبقى دي اللمعة الاخيرة. ولو حسينا ان في اي حتة مطفية بنقعد نكوي فيها لحد ما الجنب كله يبقى كله سوا واحد. شايفين الجودة بتاعت الجنب عاملة ازاي؟ اللهم بارك يا رب، وربنا يجعلها بالخير على اصحابها، ويجعل زكاة علمنا في ميزاننا يا رب. وما تنسوناش بدعوة حلوة، لان والله الواحد ما بيبخل عليكم، لان انا موريكم كل الخطوات، وربنا هو اللي اعلم. احنا عشان نوصل للمرحلة ديت يعني صرفنا كتير عشان نعملها، بس احنا بنحاول ان احنا نعمل زكاة العلم ونوصلها للناس بأسهل طريقة. وربنا يكرم بالخير يا رب، ونشوفكم على خير في الفيديو الجديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.